يعني خد الشبكة وخد كل متعلقاته وخد 300 جنيه وخد بعضه وراح العراق. في واحدة بتقول ان هي اتخطبت لابن عمها غصب عنها، وتمت الخطوبة وعمرها 17 سنة، وضغط عليها امها واختها خوفا من عمها الصعيدي. يعني هم في الصعيد وعمها جديد وعايز يجوزها ابنه وضغطوا عليها، لكن كلها خطوبة يعني. وبتقول وأنا الآن لي 2 سنين ولا أستطيع فك نص الإكليل، وللعلم هو أخذ الشبكة وكل متعلقاته وخد 300 جنيه رد شرف. رد شرف يعني افتكر انها لما تسيبه يبقى دي اثرت على شخصيته فياخد رد شرف. كويس ان شرفه بتاع 300 جنيه يعني. وبعدين وكتب اقرار انه موافق على فك الخطوبة، وانا لست وبتقول وكتب اقرار انه موافق على فك الخطوبة دون اي ضغط من احد، وارسلنا هذا الاقرار الى الكاهن في الصعيد وحطه في جيبه وقال خلاص اتفكت، وانا لا ادري انني ما زلت مخطوبة ام لا. لا يا بنتي انت مفكوكة وخلاص، ولا مخطوبة ولا حاجة. وبعدين بتقول ايه؟ ولست اعلم عند فك الخطوبة يرسل الكاهن محضر مسح الخطوبة، مش وكاتبه كده يثبت فيه انتهاء العقد ام لا. وللعلم ابن عمي الان في العراق. يعني خد الشبكة وخد كل متعلقاته وخد 300 جنيه وخد بعضه وراح العراق، ومضى على ورقة انه متنازل لخطوبة. خلاص يبقى انتهت. اللي عايز اقوله لك ان الخطوبة ليست عقدا، العقد هو الزواج، الخطوبة ليست عقدا. حتى في الخطوبة نقول محضر خطوبة، ما نقولش عقد خطوبة. الخطوبة مجرد وعد بالزواج، لا تزيد عن كده. مجرد وعد بالزواج لا تزيد عن كده. ومن حق أي إنسان أنه يفك الخطوبة في أي وقت. كل ما في الحكاية الكنيسة بتخش علشان ما تبقاش البنت مخطوبة ل2 ومتعلقة ب2، وأيضا من أجل الحقوق المالية اللي بينهم وبين بعض. لكن أنت مفكوكة وهو ملهوش عندك حاجة.